احنا جايين نقرا فاتحه. فتحه ايه؟ مش لما نتكلم في الاول نشوف عليكم ايه ولينا ايه؟ احنا شاريين ومش عايزين منك حاجه. وانتوا حليكوا حاجه؟ سامع ابوك يا حبيبه. بمناسبة ارتفاع أسعار الذهب، إيه رأيك نلغي الشبكة؟ والله أكيد لو بحب هوافق يعني ما عنديش مشكلة في كده، المشكلة في الأهل بقى هو اللي عادات وتقاليد، فلا لازم شبكة ولازم كل حاجة بتترص كده. أنا شايف إنه ممكن نعمل بيها حاجات تانية يعني. والله وأنا أصلا بطلب بكده إن أنا أصلا ولا لما أتجوز ولا أجيب شبكة ولا مهر ولا شقة، أنا قاعد عند أمي خلاص. لا البنات كده هتعمل مظاهرات لو الغينا الشبكة. الشبكة مش ممكن تتلغي، بس ايه بدل ما يجيب شبكة مثلا ب20,000 يجيبها ب10. يعني المفروض تبقى شبكة يعني نوعا ما يعني تبقى خفيفة، مثلا دبلتين، دبلة وخاتم على القد عشان الحياة الاقتصادية اللي احنا ماشيين فيها. لو احنا قلنا دلوقتي ان البنات بتتقيم بالشبكة او بقيمة معينة بفلوس علشان الناس اهل العروسة يعرفوا ان العريس فعلا مقدر البنت وان هو لازم يجيب لها شبكة مش عارف بكام 1000 جنيه، وفي ارقام خرافية كده بتتسمع، مجرد بس ان هي دي حاجة اساسية بتضمن للعريس ان هو الجوازة دي هتمشي اللي هي الشبكة. اهم حاجة هي يبقى ماشية كده في ايدي مفيش دبلة يعني، لا يعني مهم، بس انا مش عايزاه يجيب ذهب، سلوتير مثلا، لان انا قيمتي مش رخيصه برضه يعني. لما رحت اخطب لقيت ام العروسه بتقول لي عايزه 6 غوايش وسلسله ومحبس ودبله وحلق وخاتم، فانا نزلت من عند ام العروسه جالي اكتئاب، رحت على مستشفى المجانين في العباسيه، قعدت سالت لقيت ان كل حد بيفكر يجيب ذهب فعلا هيروح الخنكه في العباسيه. فهو رساله لكل ام لو سمحت لما يجيلك عريس وفي اليومين الصعاب دول قوي ما فيش عريس، امسكي في العريس وقولي له هات ان شاء الله دبله ومحبس، لكن الاسعار نار نار نار، هنلاقيها من الحما ولا من الدوله ولا من الحكومه.